الناس اللي معاه، طبعا الامور بقت صعبه، وده اللي بتكلم فيه. كان لازم بعد الماتش يبقى فيه هدوء شويه، وبعدين ياخدوا قرار هيمشوه ولا هيقعدوه. الموضوع ان انت تقعده بس هيمشي اللي معاك خلاص، يبقى هو عارف انه ماشي واللعيبه عارفه انه ماشي. انا كنت شايف ان بعد يوم الاحد نعمل اللي انتوا عايزينه فيه، يقعد يمشي حسب. لو هو خسر خلاص طبعا هيبقى يمشي، مع ان هو جاي عقده سنه ونص. طب عملنا عقد سنه ونص ليه؟ هل هو جاي عشان يكسب افريقيا ولا جاي عشان يعمل فرقه؟ يا جماعه برضو خلينا نشوف لما بنجيب حد بنجيبه فين وليه وبنمشيه ليه. احنا جايبينه سنه ونص، يعني سنه ونص دي معناها ان هو السنه ونص دي، لكن السنه الجايه هيبقى بدايه فعليه. هو يعني ما كملش 4 شهور ومشي، فبالتالي لما تيجي تعمل عقد تاني هتعمله لازم تديله الجوب ديسكريبشن بتاعه. انا جايبك عشان كذا وكذا وكذا، جبت لي 2 من 3 هتكمل، جبت لي 1 من 3 مثلا لا مش هكمل، جبت لي 3 يعني هيبقى كده المواضيع. انا جايبك في نص الموسم، عايزك تاخد بطوله. هل اداره الزمالك متفقه مع ايناسيو بطوله افريقيا لازم ياخدها؟ لو متفقه معاه كده وهو ما خدهاش خلاص يمشي. لو مش متفق معاه على كده، متفق معاه ان هو يبني للسنه الجديده، وده اللي كان الكلام اللي كان متهيألي كان سامعه. طب خلاص هو لما يبني السنه الجديده يبقى كل ده هو تحضير. يبقى ممكن لو عديت الماتش الجاي ان شاء الله، انا شايف ان الزمالك هيعدي بنسبه كبيره، هتخش بقى تعمل القائمه الجديده وتدخل 2 3 جداد وتظبط شويه حاجات في الفرقه عندك، ممكن تكمل وتعدي. يعني خلينا الاول بس اخد محمد عشان ما اطولش عليه. محمد مساء الخير. حبيبي يا كابتن حازم. ازيك يا محمد؟ كل سنه وانت طيب. اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟ الحمد لله. قضيت العيد فين يا محمد؟ والله في البيت يا كابتن، يعني خلاص بقى قعدت في البيت. طب انت توفيق برضه. قول لي يا محمد. كان حر يا كابتن كده والحمد لله. واحد بقى يا كابتن حازم. الله يكرمك. قول لي انت ايه؟ يا كابتن صلي على النبي، انا زملكاوي الاول. عليه الصلاه والسلام يا رب. قول لي. ان شاء الله برضه بقول بتمنى من ربنا زي ما حضرتك بتتمنى كده ان الزمالك يعدي المرحله الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس انا بعترض على حاجه يا كابتن حازم بالله عليك يعني. اتفضل يا فندم. ودي رساله بوصلها من خلال حضرتك لمجلس الاداره والمتابعه يا محسوب. انت دلوقتي بتبيع لعيبه زي مصطفى فتحي مثلا، هتبيعه النهارده ب1,400,000 للتعاون السعودي اعاره. وبقت كهرباء ب2 مليون دولار و300,000 للاتحاد جده اعاره برضه. اعاره برضه. دلوقتي انت بتجيب ملايين اهي داخله نادي الزمالك. صح. ايه بقى اللاعب اللي انت بتجيبه بالملايين دي؟ يعني احنا مثلا انت دلوقتي جبت لنا كابونجو ماشي، قلنا ماشي ده كويس. لعيب كويس. ولسه ما دخلش الزمالك ولا عمل اي حاجه في الزمالك. ماشي. احنا دلوقتي يا كابتن، انا دلوقتي كزملكاوي وكمشجع نادي الزمالك، انت بتبيع لعيبه زي كهرباء وزي عمر جابر مشيته وعبشاتو وكوفي والناس دي كلها مشيت. ماشي. انت دلوقتي هتجيب لنا مين بدل الناس اللي انت مصطفى فتحي؟ ماشي انت مشيته، انا معاك ان هو مصطفى فتحي من بعد الاحتراف اللي كان جاله من تورينو الايطالي، ومصطفى فتحي ما بيلعبش مع الزمالك وما عداش مع الزمالك والاصابه اللي جرت له مصطفى فتحي ما عداش مع الزمالك. مع ان انا من اشد المعجبين مصطفى فتحي. برضه باسم مرسي يا كابتن، مع احترامي لباسم مرسي ما بيأديش مع الزمالك خالص من ساعه العقد برضه اللي كان جاله الاحتراف بتاع الموسم اللي فات، وما راح برضه ما عداش مع الزمالك. قلت في لعيبه كتير في نادي الزمالك حاليا. طب انت يعني انت مع البيع؟ يعني مش فاهم، انت مع البيع مع الاعاره ولا مش مع؟ ماشي بيع ودي اللعيبه فرصه ان هي تحترف بره. تمام. بس حتى ده هات حد مكانه. هات مكانه. صح. يعني انا مع احترامي لحضرتك دلوقتي من زمان بشجع الزمالك، في مهاجمين جم مع الزمالك خساره ان هم يلبسوا تيشيرت الزمالك، في ناس جت احسن من اللي هم لبسوا تيشيرت الزمالك دول خالص يا كابتن. تمام. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن حازم. شكرا جزيلا. طيب محمد فتح موضوع اللي هو الاعارات والبيع. انا بشوف الارقام بصراحه بتزغلل، ارقام مهمه جدا، ودي حاجه تحسب لاداره الزمالك، نجيب فلوس كتيره جدا. لكن اداره الجمهور هو طبعا بيحب انك انت ما تبيعش اللعيبه، بس لما تيجي فلوس كتير قوي بساعات خلاص الاداره شايفه ان فلوس كتير جدا، وبالتالي بقى هو دلوقتي اللي لازم يشتري، خصوصا المكان اللي هو تحت المهاجم. دلوقتي كهربا مش موجود ومصطفى فتحي مش موجود. مين موجود دلوقتي؟ يعني نتكلم فنيا، يعني هيبقى في شيكابالا، في محمد احمد رفعت، في ايمن حفني، في حد تاني يا جماعه؟ هم بس كده اعتقد، صح؟ هيبقى بس دول المتواجدين. هل هذا عدد لو حد ناقص انا يعني مش فاكر بصراحه، بس بالتالي هم دول الثلاثه ومحمد ابراهيم واربعه. انا شايف 4 لا ممكن تجيب واحد تاني او 2 كمان. انت معاك فلوس كتير دلوقتي جدا، الارقام اللي احنا سامعينها دي ارقام مهمه جدا جدا. ممكن تجيب واحد قوي جدا، ممكن يبقى اجنبي، ممكن يبقى مصري. المكان ده فيه لعيبه كتير كويسه، يعني ممكن يجيب ابراهيم حسن من الاسماعيلي لو عايز يشتريه مثلا، الله اعلم يشتريه ولا لا. لكن ابراهيم حسن دلوقتي هو اكتر لعيب في الدوري المصري، عامل اسيست السنه دي الموسم ده وماشي بشكل كويس.
ممكن يروح يشوف حد من بره، ممكن يكلم. يعني انا يعني مش في دماغي اسامي دلوقتي، لكن زي ما قلت لك الارقام دي الناس هتنبسط بيها جدا لو انت جبت حد مكانه كويس، وده اللي لازم الزمالك تشتغل عليه. بوجبا لما جاله 90 مليون يورو يوفنتوس جاب على بطولات كتيره جدا لكن باعه، قال لك الرقم ده مش هيجي لي تاني، لكن راح جاب ناس اشتغلت تاني وكسبوا. جاب ابيدال، جاب سوري اسمه ايه اللي راس حرب، نسيت يا جماعه، انتهيت ولا ايه؟ جاب الكساندرو من نص، ما جاب داني الفيش، جاب بيانيتش من روما، يعني يمكن ابرزهم بيانيتش من روما اللي جه في نفس مكان بوجبا. فاشترى لعيبه، حسيت رايح تاني سنه الشامبيونز ليج الفاينل. ف ده الزمالك يعني انا بشوف مش غلط انك تبيع ما دام رقم كبير جدا عمره هيجي لك تاني، بس روح اشتري حد بقى كويس في المكان ده، لان فعلا الحته دي دلوقتي هتبقى ناقص. شيكابالا دلوقتي هيبقى عنده 31 سنه السنه الجايه، اكيد مجهوده هيقل. ايمن حفني ما تقدرش تعتمد السنه كلها انه بيتعور كتير، فبالتالي هاتلك لازم تيجي في المكان ده 2 كمان موجودين بشكل يلعبوا مع رفعت اللي هيبقى صغير ولسه بيطلع، ومع محمد ابراهيم برضه اللي بيتعور كتير، لكن محمد طبعا لعيب كويس، فلازم تشتري لعيبه في الحته دي. اللي عايز اتكلم فيه في تليفون محمد. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن حازم. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن حازم. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب. اتفضل يا محمد. بقول لحضرتك يا كابتن حازم، احنا يعني انا مشجع نادي الزمالك، انا حزين اللي بيحصل في نادي الزمالك، وعايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن حازم. اتفضل يا فندم. ليه ما يكونش في لجنه فنيه تدير نادي الزمالك؟ بص انا هقول لك من واقع خبرتي في الامور دي، اللجنه الفنيه اللي بتيجي من خارج مجلس اداره اي نادي ما بيبقاش ليها شكل، لازم يبقى حد من اللجنه دي يكفأ مجلس الاداره ويكون مؤثر في مجلس الاداره. لكن كل الكلام اللي بيجي بقى لجنه فنيه هتيجي من بره اسامي كبيره جدا وكل حاجه، لكن هتيجي تقعد استشارات مجلس الاداره ممكن ما ياخدش بيها خالص، تبقى شكلها مش كويس ومش ممكن ما تعملش بيها اي حاجه. فبالتالي اللجنه الكرويه الوحيده اللي نجحت بشكل كبير كانت في النادي الاهلي بسبب ان كابتن حسن وكابتن خطيب كان واحد رئيس النادي وواحد نائب رئيس النادي وهم كانوا في اللجنه. لكن امور في ظل نادي الزمالك او في اي نادي او حتى النادي الاهلي دلوقتي لجنه الكوره انت مش عارف مين اسامي، او مع احترامي طبعا الاسامي الكتيره، لكن دايما صاحب القرار بيقول لك انا لا اعرف اكتر من الناس اللي بتشتغل في الحته دي يعني. ما هو كابتن حازم بعد احترام لحضرتك، المستشار مرتضى منصور بيدير نادي الزمالك كمشجع وليس كمسؤول. مش معقول يا كابتن حازم بعد مباراه احنا اتظلمنا فيها كنادي الزمالك اتلغى لينا هدف كان ممكن يبقى 2-1، ممكن احنا اللي نركب الماتش. مش معقول بعد الماتش يرجع يعني يطلع يقول اقاله الجهاز الفني. شيكابالا هو اللي بيحط التشكيل، يعني حضرتك ما عرفتش ان شيكابالا اللي بيحط التشكيل اللي بعد الهزيمه. يعني انا مش فاهم يعني ليه نادي الزمالك ليه ما يكونش فيه يعني تروي، ليه ما يكونش فيه عقل. انا يعني بدعو الناس للتروي شويه، تدي الثقه للعيبه، وبعد يوم الاحد يعني يكون لكل حدث حديث يعني ان شاء الله. تمام. يعني احنا نستنى يوم الاحد احنا لينا امل ولينا فرصه طبعا. لا انا بقول لك من دلوقتي اهو ان شاء يعني احنا دلوقتي النهارده كام 4 ولا كام؟ بقول لك ان الزمالك والاهلي هيتاهلوا ان شاء الله للدور الجاي باذن الله ان شاء الله. نقطه 3 اللي بيحصل في النادي الاهلي ونادي الزمالك، النادي الاهلي برضه لو صعد هيصعد بالنقطه رقم 11 زيه زي فريق زناكو، يعني هيصعد بفرق اهداف. ده مؤشر خطير لمنتخب مصر. احنا ممكن ما نوصلش كاس العالم في اللعيبه كلها بتنزل مستوياتها كلها في الانخفاض. النادي الاهلي ونادي الزمالك مش هيعدوا دور الثمانيه. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونشوف يحصل ايه. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. النادي الاهلي طبعا اللي بشوفها الميزه الكبيره في النادي الاهلي ان هو ممكن ما يبقاش كويس بس ما بيخش فيه اهداف، يقدر يطلع بنتيجه ايجابيه جدا، يقدر يشتغل على منظم، فرقه منظمه. يعني ممكن تبقى هجوميا مثلا، مع ان اللعب انا شايف لعب ماتش كويس، الماتش زناكو راح للجون كتير وضيع، شفنا وليد سليمان ضيع 2 وحمودي راح شاط كوره واجاي ضيع كوره جت في العارضه، يعني ضيع لعب احسن بكتير من زناكو، لعب يمكن احسن من الماتش اللي كان في مصر. انا مش شايف ان الاهلي عنده دايما لعيبه تعرف تحسم اللقاء بشكل كويس. مش خايف على الاهلي خالص، حاسس انه يعني هيكسب هنا طبعا القطن بشكل كبير، ممكن يعمل سكور كمان ويعدي فرق الاهداف. والاهلي لو طلع
اللاعب الترجي، احنا الناس تقول الترجي اقوى، صدقوني الترجي هيخاف من الاهلي او هيخاف من اي حد في مصر اكتر ما احنا بنخاف منهم بكتير، خصوصا الفتره الاخيره الفرقه المصريه نوعا ما باستثناء يمكن الموسم الماضي يعني، لكن دايما كان الفتره اللي فاتت الاهلي بيكسب الترجي بشكل كويس. الزمالك زي ما بقول مش كل حاجه وحشه يا جماعه، مش لازم نجيب الاخضر واليابس، في حاجات وحشه طبعا ولكن في حاجات كويسه، ناخد من الكويس. انت هتلعب الاهلي طرابلس ماتش، انت مش هتلعب البرازيل مع احترامي الشديد طبعا، الاهلي طرابلس كانت طلعت مدرب كويس جدا، لكن لو كسبت الماتش ده انت هتلعب لسه في شهر 9، هيكون جالك لعيبه جديده، هتكون شغال بقى خلاص، الدنيا هتكون اشتغلت احسن، هتعمل صح اخطائك، وده اللي انا بقوله يعني. حاله من الغضب وللعيبه، واللعيبه طبعا كانت مش موفقه تماما. وعايز اقول حاجه للعيبه زمايلي واصدقائي، وانا دايما ما بحبش اهاجم لعيبه، بس انا عايز اقول حاجه، الواحد دايما وهو بيلعب بيبقى عايز يعمل اسم ويعمل شغل، والحاجات دي هي هتجيب له الفلوس، لكن ما يبقاش دايما هدفك ان انت عايز تعمل عقد كويس، وبعد ما تعمل عقد كويس خلاص يبقى انت تريح وخلاص بقى مش مشكله. يعني اصل دايما في الموضوع ان انا اشتغل واكبر اسمي، وده اللي هيجيب لي الفلوس، لكن مش الاصل ان انا اشتغل شويه عشان اجيب فلوس واريح عليها. صدقني لو اشتغلت بالفكر والمنطق ده مفيش حد هيكمل 3 4 سنين، ومحدش هيفتكرك بعد 10 سنين. صدقني انت ربنا مديك نعمه انك تلعب كوره، دي نعمه كبيره جدا، يعني كل الناس اللي قدك في السن بيحقدوا او بيتمنوا او نفسهم يبقوا زيك، وان انت واحد بيلعب لعبه هي شغلانته. كلنا يعني كان الناس بتقعد تقول عننا انتوا تلعبوا كوره يعني، وفي نفس الوقت بتجيب فلوس كتير، بس ما يبقاش هدفك هو ان انت تعمل عقد كويس وخلاص، يبقى هدفك دايما ان ربنا مديك صحه ومديك شهره ومديك انك تلعب نادي كبير، ان كان زمالك ولا اهلي ولا اي نادي، خصوصا طبعا انديه كبيره زي الزمالك والاهلي. ده حاجه يعني في مثلا حوالي 20 شاب في مصر، 20 مليون شاب في مصر، انت منهم 12 30 واحد هنا و30 واحد هنا، ربنا جابك في منطقه مديك حاجه فرصه غير اي فرصه واحد، استغلها كويس، اشتغل على نفسك كويس، موت نفسك في ال7 8 سنين اللي بتلعبهم في نادي الزمالك ونادي الاهلي، لان بعد كده